لازم علشان يكون وضعك القانوني صحيح تدفع 250 جنيه. الإيجار المؤقت اللي القانون الجديد نص عليه قال إن كل المستأجرين تبع قانون الإيجار القديم من أول شهر بعد تطبيق القانون، يعني من شهر 9، كل مستأجرين قانون الإيجار القديم اللي ساكنين في شقق لغرض السكنة يدفعوا 250 جنيه كأجرة مؤقتة. يعني القانون تم تطبيقه رسميا يوم 5/8 سنة 2025. بالتالي الشهر اللي بعديه على طول وهو شهر 9 هتبدأ تدفع 250 جنيه. ده امتى؟ ده لو حضرتك رقم 1 شخص طبيعي مش شخص اعتباري، يعني انت مش شركة مش مبنى إداري، انت شخص فرد طبيعي مؤجر شقة بقانون الإيجار القديم. الشرط التاني ان انت تكون مؤجر الشقة لغرض السكن، ان انت ساكن في الشقة مش عاملها مكتب اداري او عاملها عيادة عاملها مكتب محاماة، لا انت واخد الشقة دي علشان انت ساكن فيها. طيب، فمعنى كلامي كده ان المحلات التجارية والشقق الغير سكنية اللي هي الاداري ملهاش علاقة بال250 جنيه او التصنيفات اللي القانون الجديد قال عليها، لأن القانون قال إن المحلات التجارية وكل الشقق الغير سكنية هيزيدوا 5 أضعاف الأجرة على طول لمدة 5 سنين، مع زيادة 15% كل سنة. لكن 250 جنيه والتصنيفات المناطق المتميزة والمتوسطة والاقتصادية الكلام ده كله للشقق السكنية فقط. من أول إمتى؟ من أول شهر 9 تدفع 250 جنيه، سواء كنت بتدفع أقل من كده أو كنت بتدفع أكتر من كده إيجار. يعني لو بدفع 400 جنيه أو 300 جنيه إيجار ما تدفعهمش وادفع 250 جنيه اللي القانون قال عليهم بالظبط كده يا فندم، تدفع 250 جنيه الأجرة المؤقتة اللي القانون قال عليها. نيجي بقى نرد على السؤال، لو المستأجر ما دفعش 250 جنيه الأجرة المؤقتة اللي القانون الجديد قال عليها، وضعه القانوني هيكون عبارة عن إيه؟ امتناع حضرتك عن دفع الأجرة حتى لو هي أجرة مؤقتة اللي القانون قال عليها، ده بيكون بمثابة امتناع عن دفع الأجرة، انت ممتنع ان انت تدفع الإيجار. ولو امتنعت عن دفع الإيجار ده بيكون سبب من أسباب الإخلاء اللي القانون نص عليها. يعني ايه؟ القانون وهو بينظم العلاقة ما بين المالك والمستأجر نص على عدة أسباب، قال لو في أي سبب من الأسباب دي موجودة المالك بيكون ليه الحق إنه يروح للمحكمة ويرفع على المستأجر دعوى طرد لوجود أي سبب من الأسباب دي، وهقولها لحضرتك دلوقتي. من ضمن الأسباب دي هي عدم سداد الأجرة. طب ايه هي حالات الطرد اللي القانون قال عليها؟ رقم 1 زي ما قلنا كده عدم دفع الأجرة. لو المستأجر ما دفعش الإيجار اللي عليه، سواء كان الإيجار في القانون الجديد ملهوش علاقة بقانون الإيجار القديم، الإيجار اللي المالك والمستأجر اتفقوا عليه المستأجر ما دفعش الفلوس، دي حالة من الحالات اللي بتدي الحق للمالك انه يروح يرفع قضية على المستأجر ويطلعه من الشقة. طيب، في حالة قانون الإيجار القديم الأجرة المؤقتة 250 جنيه بينطبق عليها نفس الكلام. يعني لو ما دفعتش 250 جنيه لحد ما لجان الحصر والتقسيم يخلصوا شغلهم هتكون بمثابة امتناع عن دفع الأجرة، وساعتها المالك يقدر يروح يرفع عليك دعوة لعدم سداد الأجرة. الحالة التانية وهي التأجير من الباطن أو انك تتنازل عن الشقة. انت مثلا رحت أجرت شقة من عند المالك، بعد ما أجرت الشقة دي أجرتها انت لحد تاني بس من الباطن مش بشكل رسمي. دي برضو حالة لو المالك قدر يثبتها قدام المحكمة او عنده اوراق او عنده شهود يثبت ان انت اجرت من الباطن او اتنازلت عن الشقة لحد تاني، يقدر يروح يرفع عليك قضية في المحكمة ويطلعك من الشقة. كمان ان انت تستعمل المكان اللي انت اجرته في غير الغرض اللي انت اتفقت عليه. رحت اجرت شقة من المالك، قلت له ان انا هأجر الشقة دي علشان اسكن فيها انا اولادي مثلا، بعد ما عملتوا العقد واتفقتوا اكتشف ان انت مأجر الشقة دي علشان عاملها مكتب اداري او فاتحها عيادة، نشاط غير النشاط اللي احنا اتفقنا عليه، برضو ده من ضمن الاسباب اللي بتدي الحق للمالك انه يروح يرفع قضية على المستأجر. وفي حالة جديدة بقى قانون ايجار القديم نص عليها صراحة كده، ما كانتش موجودة قبل كده، وهي انك تسيب الشقة لمدة سنة مقفولة من غير مبرر. من اول امتى؟ لان في مستأجرين قانون ايجار قديم كتير سايبين شققهم.
هل بينطبق عليهم المادة دي؟ لا، لان انت المفروض تكون سايب الشقة من وقت تطبيق القانون الجديد، يعني من وقت 5/8/2025 بيتحسب تركك للشقة من أول التاريخ ده. فلو انت مستأجر ما دفعتش الإيجار، انت كده بتقول للمالك اتفضل روح ارفع عليا دعوة طرد وتردني من الشقة. لو انت سبت الشقة لمدة سنة مقفولة من غير مبرر، انت كده بتقول للمالك اتفضل وروح ارفع عليا قضية وتردني من الشقة. كمان وخلي بالك لو عندك بديل أو وحدة سكنية لنفس الغرض، مثلا انت مأجر شقة عشان انت ساكن فيها ايجار قديم، والمالك اكتشف او عرف ان انت عندك شقة بديلة تقدر تسكن فيها، ساعتها المالك يقدر يروح يرفع عليك قضية ويثبت ان انت عندك بديل، ويكون ليه الحق في انه يخرجك من الشقة. نيجي بقى للنقطة التانية اللي بترد على النقطة الاولى. انت اسأل نفسك ليه المالك ممكن يمتنع انه يستلم الايجار من المستأجر؟ لانه عارف القانون بيقول ايه، عارف ان القانون مديله الحق انه لو مستلمش الايجار يقدر يروح يرفع قضية على المستأجر ويخرجه. فالمالك ممكن في بعض الاوقات بسوء نية يستخدم الاداة دي علشان يطرد المستأجر من الشقة قبل ما الفترة تنتهي اللي هي 7 سنين. فالمستأجر يعمل ايه؟ بشكل تاني، انا كمستأجر اعمل ايه علشان احمي نفسي ان انا اكون ممتنع عن دفع الايجار؟ عايز ادفع الايجار بس المالك مش راضي يستلم مني الايجار، اعمل ايه؟ اللي حضرتك هتعمله ان انت هتروح للمحكمة وتعمل حاجة اسمها انذار عرض بالأجرة. انذار عرض الأجرة يعني بتعرض الفلوس الإيجار اللي انت هتدفعه بس عن طريق المحكمة. المحكمة بتاخد الانذار ده وبتروح تسلمه للمالك. عامة هي مش قضية، عشان بس في لبس في الموضوع ده، انت بتروح المحكمة بتعمل انذار عن طريق المحضرين. المحضر بتاع المحكمة بيستلم منك الورقة والفلوس وبيمضيك ان انت جيت سلمت الانذار، وبياخد الانذار يروح يسلمه للمالك. هو بس رسول مش اكتر من كده، هي مش قضية ومش اجراءات كبيرة، الانذارات بتبقى حاجة بسيطة جدا. فانت بتروح تعمل انذار اسمه انذار عرض اجرة بتسلمه في المحكمة. المحضر راح للمالك وقال انا مش هستلم. في الحالة دي احنا ممكن نعمل ايه؟ ساعتها انت وضعك القانوني بيكون صحيح 100%، لان انت قدام المحكمة انت رحت عملت ايداع للايجار في خزينة المحكمة واخدت ايصال رسمي بالايداع. فبالطريقة دي انت بتكون في موقف امان 100%، ومحدش يقدر يرفع عليك دعوة طرد لعدم سداد الاجرة، لان انت معاك اثبات ان انت دفعت وحاولت ان انت تدفع بالقانون. لكن المالك امتنع مفيش مشكلة، انا هروح ادفع عن طريق المحكمة.